يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنا أتألم غاية الألم، والله العظيم بكيت، والله بكيت بالدموع وأنا في المسجد الشريف في الروضة الزكية المحفوفة بالأنوار، وأنا أرى الهواتف النقالة في وقت الصفاء، في وقت السحر، في وقت تنزل الملك جل جلاله إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله. أسمع أصوات الهواتف النقالة الذي يسمى هذا بالمحمول في هذه الروضة برنات غريبة الشكل وموسيقى عجيبة. أقول ألا يستحيي هؤلاء، ألا يستحيي هؤلاء من أن يرتفع صوت هاتف الواحد منهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والله بكيت بالدمع، قلت يا ناس تعلموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف والله لا تجرؤ، والله لا تجرؤ أن تترك هاتفك النقال مفتوحا في حضرة وزير، والله لا تجرؤ في حضرة رئيس أو في حضرة ملك، وهو من هو سيد الخلق، هو حبيب الحق، هو الذي أنزل الله في حقه قرآنا يعلم به الصحابة وهم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، يعلمهم الأدب مع رسول الله. كيف تترك هاتفك النقال بهذه الرنات السخيفة الخفيفة في الروضة الشريفة أو حتى في المسجد النبوي؟ ليه؟ أو حتى في الطواف حول بيت الملك، حول بيت الملك ترى الطائف يطوف بالإحرام والهاتف النقال على أذنه في الطواف، والطواف عبادة، والطواف عبادة من أرقى وأجل العبادات. أيوة أنا الآن في الطواف، أنا الآن في الشوط الرابع. يا رجل اتق الله، اتق الله، أنت في عبادة لله وأنت في طاعة لله. أمر عجب، إن دل فإنما يدل على أن القلوب لم تعد بعد تتذوق حلاوة الإيمان وعظمة الله وجلال الله، ثم لم تعد القلوب تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا مسلم، أيها المسلمون، أرجو من إخواني أن ينقلوا هذه الكلمات لكل مسلم على وجه الأرض بطريقة أو بأخرى لنتعلم الأدب مع حبيب الله، مع سيد الخلق، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالأدب معه في حياته بأبي وأمي وروحي، وهو أدب ممتد كذلك بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. لا يحل لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتجاوز مقام الأدب في القول عن رسول الله وفي الكلام في حضرة رسول الله وهو حي، وهو الآن في قبره الشريف، أنت في حضرته الآن. لا يحل لك أن تتجاوز مقام الأدب أو أن تسيء الأدب، لا بغيبة ولا بنميمة ولا برفع صوت ولا بمكالمة هاتف النقال، لا والله لا يليق، وأنت بذلك مخالف لمقام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه.